دونك رابط ديال التسجيل هو هذا. بعد ما غندخلوا لهاد الباج هذه كيف ما كتشوفوا معايا دابا هنايا، غادي نجيو ونكليكيو على كونيكسيون على هاد الشكل هذا مزيان. من بعدها غادي نجيو غنكليكي على نوفو كونديتا على هاد الشكل. هنا كتختاروا نوع البكالوريا ديالكم، واش ماروكان ولا اترونجي. مثلا حنا ماروكان على هاد الشكل هذا. غيطلب منا اننا ندخلوا كود مسار ديالنا، العام اللي حنا خدينا فيه الباك واول عام اللي غناخذوا فيه الباك الا كان باك 2023 كتختار العام اللي غتاخذ فيه الباك. وهنا تاريخ الازدياد ديالك، هنا كدير النهار، هنايا الشهر، وهنا السنه على هاد الشكل هذا مزيان. بالنسبه للباك اترونجي هنا كدير الرقم لاكارت ولا ديال الباسبور ديالك، هنا العام ديال الباك، وهنايا التاريخ ديال الازدياد ديالك. بعد ما كنعمروا هاد المعلومات هادو على هاد الشكل هذا غنجي هنا ونكليكي على فيريفي باش ندوز للمرحله المواليه مزيان. دونك بعد ما كنكليكيو على كونتيني باش ندوزو لهاد المرحله هذه، هنا غنديروا الايميل ديالنا. واحد الملاحظه مهمه بزاف اللي هو الايميل ضروري يكون صحيح، لان الايميل الا كان فيه شي خطا فراه ما غاديش توصلكم واحد الكونفيرماسيون باش اننا نقدروا اكتيفيو الحساب ديالنا. الايميل خصو يكون صحيح. هنا غندخلوا الايميل ديالنا، هنا المود باس تكون سهله فيها غير ارقام، مثلا تاريخ الازدياد ديالكم جوج مرات على سبيل المثال، تعاودوا ديروه نفس المود باس اللي دخلتوه في النوبه الاولى تعاودوا تكتبوه هنا. كي قلت لكم بعد ما تاكدوا من الايميل انه هو هذاك صحيح تكوشيو هنايا على هذا الشكل هذا وغتجيو تكليكي على كري لو كونت مزيان الاصدقاء. دونك بعد ما كليكينا على كري او كري لو كونت على هذا الشكل هذا كيقول لك واحد لي فيريفيكاسيون جاتنا بالنسبه للميل ديالنا. دابا غنمشيو للميل ديالنا اللي حنا دخلناه اول مره وكيقول لكم خصو يكون صحيح باش نلقاوها، وغنفيريفيو واش وصلتنا شي فيريفيكاسيون ولا لا. مزيان الاصدقاء. دونك بعد ما دخلت الجيميل ديالي على هذا الشكل هذا غتمشيو للبول ديال ريسيبسيون وغتلقاو على انه جانا واحد الميساج مع الطافين وغنكليكيو عليه على هذا الشكل هذا. غادي نجي الاصدقاء على هذا الشكل هذا وغنكليكي على كونفيرمي. غنتسنى غير واحد شويه غادي يدخلني لهاد او غير ردني للسيت ديال الطافين على هذا الشكل هذا. انا غادي ندخل الايميل ديالي وغندخل المود باس اللي درتها اول مره على هذا الشكل. من بعدها غادي نكليكي على كونيكسيون باش نكمل الانسكريبسيون ديالي. انا غنلقى المعلومات اللي انا دخلتهم اول مره، غنلقى كذلك السميه والكنيه ديالي. انا غادي نزيد غير رقم التليفون ديالي هنايا وغنكليكي على اونغيستري باش ندوز ليطاب سويفون مزيان. بالنسبه لهاد المرحله فهذه اخر مرحله الاصدقاء واسهل مرحله. هنا غادي نرتب المدارس ديال لو ان سي جي اللي هما 12 مدرسه اللي كاينه في 12 مدينه. الترتيب كيكون سهل. اول شوا ديالك كتختار المدرسه الاولى اللي انت بغيتي تقرا فيها. مثلا حنا غادي ناخذوا وسطى، هكذا بالنسبه لي شوا الاخرين كاملين. دونك غتعمر لي شوا ديالك، هذا هي ترتيب عشوائي باش نشرح لكم طريقه التسجيل. غترتب على حساب المدينه اللي انت بغيتي تقرا فيها ولا اللي قريبه لك. بالنسبه لو ان سي جي ما كاينش مشكل، رتب غير على حساب المدينه اللي قريبه لك. هنايا يعني غتختار لي شوا ديالك على هذا الشكل هذا حتى تكمل لي شوا كاملين مزيان. دونك الا بغيتي تبدل راه تقدر هادشي كامل تجي تكليكي غير هنايا وغيتعاود هادشي من ازيرو ترتب عاوتاني من ازيرو على حساب يعني الرغبه ديالك. دونك بعد ما غدير هاد الترتيب هذا غادي تجي هنايا وغتكليكي على يعني اونجستري باش انه يتحفظ هادشي هذا. وبعد ما تاكد من ان هاد لي شوا هذا هو لي شوا اللي انت بغيتي غتجي وغتكليكي على هاد البوطون الحمراء هذه باش تيليشارجي الروسي ديالك. غير هو تاكدوا مزيان الله يرضي عليكم قبل ما تكليكيو على هاد البوطون هذا، لانه راه ما تقدرش تبدل لي شوا بعد ما تكليكي على اونجستري ديفينيتيفمون وتيليشارجي الروسي ديال الكونديدا ديالك. هذه هي طريقه التسجيل بالنسبه للو ان سي جي. نتمنى الشرح يكون واضح. دونك هذا ما كان فيما يخص هذا الفيديو هذا. نتلاقاو ان شاء الله في شرح جديد ديال مدرسه جديده. كان معكم اسامه وتهلا. بزاف منكم الاصدقاء كيسولني يا اسامه على البريباراسيون ديال لي كونكور. الا كنتي مهتم بالبريباراسيون ديال لي كونكور غتلقى واحد الاستماره دابا غنشرح لك كيفاش تقدر على انك تعمرها. غتلقى لي بري ديال البريباراسيون ديال كل كونكور لانصا الميديسين الى اخره. عمرها وغادي نتواصلوا معك ان شاء الله باش تنخرط وتبدا البريباراسيون ديالك. بالنسبه للبريباراسيون ديال لي كونكور لانه كي قلت لكم قبل بزاف منكم سولني على هذه القضيه وخايفين من ان السونتر اللي نتوما باغيين تدخلوا ليه ما يكونش مزيان. حنايا الاصدقاء كما كتبت توجيه لقينا واحد السونتر مزيان بالنسبه للناس اللي مهتمين بالنسبه للتحضير المباريات اللي كاينين بعد البكالوريا. بالنسبه للانخراط سهله بزاف. غتعمروا هذه الاستماره السميه الكنيه الشعبه ديالكم نقطه الجهوي الهاتف ديال الاب ولا الام ديالكم. من بعدها غادي تختار الكونكور اللي انت باغي
ولكن قبل هذا الشيء كامل وقبل ما نشرح لكم هاد لي كونكور وهاد الاثمنه اللي خياليه الاصدقاء، بغيتكم تعرفوا انه التحضير ديال المباريات كيكون حضوري بالنسبه للاصدقاء اللي كاينين في كازا، الدار البيضاء والرباط. بالنسبه للاصدقاء اللي كاينين برا هاد المدن هادو، فراه التحضير كيكون عن بعد وكيكون عن طريق الصوم، وكتبقى الحصص مسجله. بمعنى بعد ما يعني كدوز الحصه كتبقى مسجله، والا ما فهمتيش شي حاجه يمكن تعاود الفيديو بعد ما شحال ما بغيتي حتى تفهم، يعني الله يجعلك تعاودو 100 مره. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كتقدر تسول الاستاذ اللي كيشرح لك في الحصه المباشره اللي كتكون في الزوم عن طريق المايك، وكيجاوبك على الاسئله ديالك مباشره حتى تفهم. الحاجه الاخرى، الا بقى عندك شي سؤال كتقدر تواصل بشكل مباشر مع الاستاذ عن طريق واتساب الا ما فهمتيش شي حاجه، وكتسولو وكيجاوبك كذلك. اما فيما يخص الاثمنه كيف ما قلت لكم، راه اثمنه منخفضه وخياليه جدا مقارنه مع لي سونتر الاخرين، وما كاينش هاد الثمن اصلا في السوق الاصدقاء. والحاجه الاخرى اللي قلت لكم، راه تقدر تختار الكونكور ديال لانسا ولانسام ولينا والميدسين ولا اللي عجبك، ولا الميدسين ولا الانساجي مثلا ولينا لا على سبيل المثال. وكل ما اختاريتي لي كونكور اكثر الثمن راه بالطبع غادي يتنقص. دونك هذا ما كان الاصدقاء. دونك عمرو هذه الاستماره حنا كمكتب توجيه غنتواصلوا معكم ان شاء الله باش نخارطوا مع المكتب ديال التحضير بالنسبه للبريباراسيون ديال هاد لي كونكور هادو، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. وهذا مكان وتهلاو ونتلاقاو ان شاء الله في الشرح ما هو احسن. اكبر مشكل كيواجه الوليدات اللي كيقراو في الباك هو المشكل ديال التسجيل والتتبع في المدارس اللي كاينين بعد البكالوريا. مكتب توجيه سوب جاب الحل ديال هاد المشاكل هادو عن طريق 3 ديال لي باك تقدروا على انكم تنخرطوا وتستافدوا من الخدمات ديالهم. اول باك اللي هو الباك انفورماسيون اللي هو هذا. بالنسبه لهذا الباك هذا كنتكلفوا كمكتب نعلمكم باي كونكور تفتح غا هو كتسجلوا راسكم براسكم وكديروا التتبع راسكم براسكم. بالنسبه للباك الثاني اللي هو الباك سيونس برو، بالنسبه لهذا الباك هذا موجه للشعب العلميه، كنتكلفوا على اننا نسجلوكم في اكثر من 35 مدرسه. حنا اللي كنديروا التتبع وكنوفروا لكم مجموعه ديال المزايا اخرى، بحال اننا كنجاوبوكم على الاسئله ديالكم عن طريق الشارجي اللي كنكلفوه باش انه يسجلكم ويدير معكم التتبع. وبالنسبه للباك الاخير اللي هو الباك ايكونومي برو، بالنسبه لهذا الباك هذا موجه للشعب ديال الاقتصاد، كنتكلفوا كذلك نديروا معكم التسجيل والتتبع، وكيكون عندكم شارجي كيتكلف باش انه يجاوبكم على اي سؤال، وكتقدروا تاخذوا حصص ديال الاستشاره والتوجيه. الا كنتي مهتم وبغيتي تحيد عليك هذا الثقول هذا، غتلقى واحد الاستماره اسفل هذا الفيديو هذا، غتحاول على انك تعمرها وغادي نتواصلوا معكم وغنجاوبكم ان شاء الله. ومرحبا باي واحد مهتم وبغي ينخرط في هاد لي باك هادو، وتهلاو.